لك يا قائد، ها. هي السواقة حفظ ولا فهم؟ السواقة السواقة رزق، زي الجواز كده. انا غلطان ان انا سألتك. بص يا قائد، لو بتتعلم السواقة على انها خطوات لازم تحفظها هتلاقي نفسك بتنسى السواقة. هو في حد بينسى السواقة؟ في اللي حفظها، لكن لو فهمت اللي بتعمل كل خطوة عمرك ما هتنسى. مثلا ليه بتحط رجلك على الفرامل لما العربية اللي قدامك ظهرها بينور احمر، او ليه وامتى وازاي تبص في المراية قبل ما تغير حارة. اوه، حتى المراية صعبتوها علينا. طب لو بصيت هتبص فيها وقت قد ايه؟ او مثلا لما تتعلم تدوس دبرياج او تسيبه، مش كفايه تحفظ حركه رجلك، لازم تكون فاهم العربيه ليه بتستجيب لكل تصرف منك. طب لو حفظت مع اول موقف جديد من نوعه هتحتاس وهتضرب لبخه وهتبقى نيله، على عكس صاحبنا خريج اكاديميه الاوائل لتعليم قياده السيارات اللي انا مديرها، مع اي موقف جديد يظبط مراياته ويقرا الموقف ويتصرف فورا. انا محمد ابراهيم وبتمنى لكم السلامه في طريقكم. سلام يا قائد.